شهدت ساحة الاستقلال بمدينة سطيف يوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 محاولة جديدة لتحطيم تمثال عين الفوارة الشهير على يد شخص يعتقد أنه يعاني من اضطرابات نفسية. الحادثة وقعت أمام أعين المارة، حيث حاول الفاعل استخدام أدوات حديدية لتكسير أجزاء من التمثال، لتتدخل بعدها عناصر الأمن وتقوم بتوقيفه فورا. لحسن الحظ لم يسجل أي ضرر كبير في التمثال، وتم فتح تحقيق من قبل المصالح المختصة لتحديد ملابسات الحادثة. يذكر أن تمثال عين الفوارة سبق أن تعرض ل4 محاولات تخريب منذ التسعينات، ما يجعله من أكثر المعالم الجدلية في الجزائر بين من يعتبره تراثا فنيا وتاريخيا وبين من يطالب بإزالته. تابعونا على قناة سوبر دي زد نيوز لمزيد من التغطيات الحصرية، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم.